حكاية قديس وشهيد. تعال النهاردة نعرف قصة أبونا فلتأوس نسر البرية. ولد في سنة 1922 في مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، وكان اسمه كامل جرجس أيوب. كان دايما بيروح الكنيسة وبيحضر القداسات، شاطر جدا في حفظ الألحان. من صغره كان مليان قلبه بمحبة رب المجد يسوع المسيح، وعلى طول كان بيفكر في الرهبنة. وبعدين راح اتراهبن في دير البراموس باسم أبونا فلتأوس. كان محب جدا لربنا لدرجة إن البابا كرولوس لما كانوا بيعمروا في المباني خدوا أول واحد يكون موجود معاهم في المباني، لأن هو كانت حياته كلها في جهاد وصلاة وصوم وقرب من ربنا، وكان بيحب حياة الخدمة جدا. عاش أبونا فلتأوس في جهاد مستمر لدرجة إن البابا شنودة لما شافه فلبسه الإسكيم، دي أعلى درجة في درجات الرهبنة، لازم يكون عايش حياته كلها في جهاد ونسك مع ربنا. كان أبونا فلتأوس لما يسمع عن أي أب موجود في مكان في خلوة ويروح له علشان ياخد بركته ويتكلم معاه وياخد منه كلمة منفعة، زي لما كان بيروح لأبونا عبد المسيح الحبشي وياخد منه كلمة منفعة، لدرجة إن في مرة لما راح له وهو جاي يمشي بالليل كانت الدنيا ضلمت عليه خالص، فمحتار إن هو هيرجع إزاي، ما كانش عارف السكة. فأبونا في الوقت ده أبونا عبد المسيح رسم له دايرة وحط له عليها صلبان وأنه نام، ونام فعلا لغاية الصبح من غير ما تيجي أي حاجة جنبه. صحي الصبح لقي التعابين ميتة جنبه وهو كان نايم في المكان ده. أبونا فلتأوس عاش حياته كلها في تسبحة مع رب المجد. كان مطيع جدا، ما كانش بيحب الكلام لدرجة إنه كان دايما بيحط زلطة في بقه علشان ما يتكلمش وما يدينش في حد. كان محب العذراء مريم جدا، وكان حبيبه القديسين زي القديس مكسيموس ودماديوس، وبرضه كان بيحب البابا كرولوس لدرجة إن البابا كرولوس لما تنيح كان برضه بيجيله بعد كده في المغارة وبيتكلم معاه. وتنيح أبونا فلتأوس في يوم 17 مارس كان سنة 2010، وتنيح سيدنا البابا شنودة في يوم 17 مارس 2013. وبركة سيدنا البابا شنودة وبركة أبونا فلتأوس فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.